انا برلماني قبل ما نكون برلماني دائما كنقول مواطن او رئيس. ملي كنخرج من المؤسسات كتولي عندي الصفه ديال المواطن عادي. وبالنسبه لواحد المجموعه ديال الحوايج اللي كدار في المدينه ديال طنجه واللي اللي كنسميها انا ممارسات غير اخلاقيه من واحد الاقليه ديال واحد المجموعه ديال المنابر الاعلاميه. وهنا كيتبين على اساس هنايا ملي كيكون الاقليه كيتسمى على اساس كاين واحد الانسان مستهدف، وهذوك الناس اللي ما كيكونوش ماشيين في واحد التوجه، وكاين العدد الاقليه كتساند جهه معينه ويكون واحد العدد اللي هو بقى طرف محايد. هنا كيتبين على اساس كاين جهات معينه مستهدفه واحد الشخص معين. اذا ما معنى كاين خلاف مع واحد السيد معين، هذا كيبقى المسطره ديال القضاء، وكتبقى المصالح. حنا في دوله الحق والقانون، في دوله المؤسسات. جات واحد الظرفيات، واحد السيد سياسي في المغرب في واحد الظرفيه، ونجي نأول وندخل انا الصراع بين واحد بين الطرفين وندخل فيه الزياره الملكيه. هنا كيتبين لك ان الراي العام على اساس الحمامي مستهدف. اذا ما معنى؟ اذا انا واحد انسان دائما كنقولها بصريح العبارات، اذا كائن سياسي في المدينه ديال طنجه اقوي. اذا هاد الناس هادو كتعمل مني الحساب. اذا ملي كتجي وكتدخلني وكتقحمني في واحد المساله لا اساس لها من الصحه، حيت ما عندكش الحجج وما عندكش الدلائل، ولا رجعنا للقضاء خصك تعطي ما يثبت واش كنت حاضر او ما حاضرش، خصك عندك صور، عندك والمسائل كاينه، وكاين توثيقات، كاين مجموعه الحوايج اللي يمكن لي انا ما نقدرش نكذب في الساعه ديالها. يمكن لي انا كمواطن كانسان كبشر مريض، كاين واحد الانسان كان كيأدي واحد المناسك ديال العمره، واش جا واش ما جاش، واش جا مريض واش ما جاش مريض. انا كتبقى تساؤلات. اذا ما معناه الا هاد مشيتي هاد الورش اللي هو ورش ملكي واللي هو ملك المغاربه كاملين، هنا كتبين بان ملي كتقحم الحمامي كتبين ان الخصوم ديال الوحده الترابيه بان هذوك الناس اللي كانوا تما ربما مشاو صحه. حنا الحمد لله المغاربه كاملين في المواطنيه ما كنتزايدوش. اذا ما معناه حنا الناس كيمشيو عن بطيب خاطرهم، كيمشيو عن طريق الحب ديالهم للملك. واش اخر غادي تهضر معاه في باباه؟ غادي تزيد تزايد معاه في باه؟ ما يمكنش. الملك كيبقى ملك، مؤسسه، ورش ملكي، مشروع ضخم دار في المدينه ديال طنجه، وهنيئا لنا بهذا المشروع كساكنه المدينه ديال طنجه من اجل تعزيز البنيه الصحيه في المدينه ديال طنجه. اذا هنا كاين واحد مجموعه الحوايج. انا كنحيي رجال الاعلام النزهاء اللي بقاو طرف محايد، هذا هو الاهم من هذا الشيء كله. انا بتجي تقول لي استدعاوك بقوه، واش عندك شي حجاج؟ عندك شي دلائل؟ كنت حاضر ملي هبطوني؟ وإلا هبطوني حنا في دولة الحق والقانون، في دولة المؤسسات. أنا مواطن حقهم يركبوني ونهود، عنده الدولة مفرطة الإمكانيات باش تهود. كاين الإجراءات والمساطر القانونية اللي خصك تدار عليها. حنا ماشي السايبة، ماشي في الغابة غنجيو نعملو. كاين الاستدعاء الأول والثاني والثالث والمتينة، وربما عندي الالتزامات، وربما مجموعة ديال الحوايج كدار. ماشي سايبة في هاد البلاد. موراها كنجي كنبدا نعمل الوسيله ديال الضغط على الجهاز ديال القضاء والتدخل في المؤسسات ديال القضاء. وانت واحد الانسان صحفي كتعرف الاستقلاليه ديال القضاء والتوجه ديال الدوله، والمغاربه كاملين تحمسوا باش يكون الاستقلاليه ديال القضاء ويكون عندنا القضاء نازل الحمد لله. وتجي انتينا وتستعمل بعض الوسائل وتضغط على المؤسسات ديال القضاء. انت ماشي قضاء، ماشي مشرع.